وسط صهد دار السلام وبالملعب الغاص بالجماهير لبات الوسود. الدقيقة 65 لمسة سريعة من يوسف بالعمري وكورة كتقلب ميزان التاريخ. أسامة المليوي كيستالم كيرفع راسو، تسديدة مركزة، وهناك هدف ذهبي كيحط المغرب في النصف النهائي ديال الشان. ماشي غير هدف، هذه رسالة خبرة وبرودة أعصاب في وسط الضغط ديال ملعب بنجامين مكابا. تنزانيا كتقاتل، ولكن المليوي عطى الكلمة الأخيرة. دابا الطريق واضح، المغرب فيس السنغال في النصف النهائي. اللي دارها اليوم يقدر يعاودها غدا، وخاصنا كاملين نكونوا ورا الولاد بلادنا. بارطاجي الفيديو وكتب لينا في التعاليق شكون نجمك في الماتش. سيتاك خير بغينا حقائق أساسية. الهدف جا في الدقيقة 65 وسجلوا أسامة المليوي بتمريرة من يوسف بالعمري. الماتش تلعب في بنجامين مكابا بدار السلام، والمغرب غادي يواجه السنغال في النصف النهائي. ربع نهائي، تنزانيا في دارها، الملعب عامر والضغط كبير، ولكن أسود الأطلس المحليين ما كيعرفوش يطيحوا. الشوط الثاني كيدوز والفرص كتجي وتمشي. تجات اللحظة، الدقيقة 65 يوسف بالعمري كيشوف المساحة، تمريرة ذكية في الهاف سبيس. أسامة المليوي كيغسل اللعبة بلمسة أولى وثانية قاضية. جول، هدف من ذهب كيأهل المغرب للنص نهائي. تنظيم دفاعي، قتالية في وسط الميدان، وتركيز قدام وصفة الانتصار تحت الضغط في بنجامين مكابا. ومن هاد اللقطة تبدلات حكاية البطولة. المغرب دابا غادي يلاقي السنغال في النص النهائي، مباراة ديال الكبار، تفاصيل صغار هي اللي غادي تحسم. وإذا كان اليوم المليوي هدا هاد الماتش، علاش لا ما يكونش البطل ديال التأهل للفاينل؟ دعموا الأسود في التعاليق، وما تنساش اللايك والبارطاج باش يوصل الصوت ديال المغاربة كولو. حقائق أساسية، فوز المغرب على تنزانيا 1-0، هدف المليوي في الدقيقة 65 بتمريرة بالعمري، والتأهل لمواجهة السنغال في النصف النهائي.